اخواتي وحبايب قلبي في الله، انا لما فتحت قناة بيت الرعب وقلت ان هي قناة لقصص حقيقية عن الجن والعفاريت، والقلب جامد بس اللي بيتفرج عليها، اللي بيخاف ممكن يعمل سكرول لقناة ويشوف حاجة خفيفة لطيفة ظريفة كده. وقلت لكم حاجات فعلا حصلت لناس اعرفها، مواقف من العالم التاني. اللهم احفظنا ويحفظكم جميعا. وحاجات حصلت لي شخصيا وقلت هحكيها في فيديو من الفيديوهات. فلقيت ناس كدبت وازاي ما بيعملوش حاجه. قلت لكم يا جماعه هعرض لكم والله حصل بجد، والمصحف والله العظيم حصل وليا شخصيا. فلقيت ناس يعني بيقولوا لي اخويا من الجزائر، اخويا كريم من بعد اذنك، طبعا انا بستفاد منك في حاجات كتير جدا، فانا زي ما هستفاد منك في المعلومه دي انا حبيت ان انا افيد بيها اخواتي برضو حبايب قلبي في الله، وتبقى النصيحه كده تاخد بيها ثواب عليا ولاخواتي كلهم في القناه ولاي حد بيتفرج على القناه. بيقول لي ده من بعد اذنك، تمام. بيقول لي اختي روشا عاوزه اسالك، مش بيحصل معاكي حاجات غريبه زي مثلا لما تكوني عايزه تمسكي فنجان قهوه او كاس ميه وكأن واحد شاله من ايدك ويسقط؟ ما حصليش قوي، ممكن يكون حصل لحد من اللي بيتفرجوا علينا. او تكوني بتمشي وتسقطي او كأن حد وقعك. انا ليل ونهار راح بقع يعني انا يعني ايه، الاسفلت الشارع كله معلم عليا، يعني عارف ان دي هتمشي تقع بس بقع، يعني رجليا تتلوى حاجه. تمام. والحقيقة ان بتوع العالم التاني عاوزين يغيروا المود بتاعهم، يسخروا مننا احنا، بيضحكوا علينا الله يسامحهم، ويضحكوا عليكي ويتريقوا منك، ودي بتحصل لينا كلنا. وكمان بتكوني ماشية وتسمعي كأن واحد من وراكي بينادي باسمك. حصلت كتير جدا ان بتحصل، ومواقف والناس اعرفها ان ممكن تلاقي حد بينده باسمك كتير كتير، ده بتحصل لي كمان. ولما تشوفي وراكي ما تلاقيش حد بينده عليكي، دول اسمهم الحافظة الكرام. في الوقت اللي بتسمعني في حد يعني بينده عليكي، دول بيبعدوا عنك شر كان هيجرالك. عشان كده انا بستأذنك ان انا بعرض حاجاتك، كلامك مفيد جدا بيفيدني، وقررت ان انا افيد اخواتي بالمعلومات دي. دول اسمهم الحافظة الكرام، ان هم بيبعدوا عنك شر كان هيجرالك لو انتي ما توقفتيش، يعني ما وقفتيش وشفتي وراكي. ودي حكمة من ربنا، ده مش دجل ولا شعوذة خالص. الحافظة الكرام معمولين علشاننا ومتابعيننا في حياتنا، وهم من الملائكة مش من الجن، وبيختلفوا من انسان لانسان اخر على حسب اعماله صالحة او طالحة. اخويا كريم بجد انا قد ايه بستفاد من كلامك وتعليقاتك بجد. اخويا كريم من الجزائر، معلوماته جميله جدا جدا وبتفيدني جامد جدا جدا بجد، ودايما معايا وبيساندني ومتابعني من زمان. فبجد المعلومات دي انا اول مره اعرفها. لو انتوا يا جماعه بتحصل لكم المواقف دي قولولي، شاركوني. بس انا هقول لكم في حلقه اللي بعد دي على طول مواقف حصلت لي انا، والله العظيم حصلت بحق الله. وانا ربنا ينتقم مني لو بكتب في اي كلمه من لو انا بكتب فيها، تمام. عشان محدش يقول لي ايه لا ما بيحصلش غير، انا بقول ان هم موجودين ومذكورين في القران، وحصنوا نفسكم بقرايه القران واذكار وكده. بس اللي بيجي يقول لي لا ده دجل وشعوذه وانتوا بتقولوا حاجات ما حصلتش، لا يا جماعه موجودين. واللي مش عاجبك هقولها مليون مره، شفت كده ومش مصدق اعمل سكرول للقناه والفيديو وشوف يا عم حاجه كده، فيلم ولا اغنيه خفيفه لطيفه ظريفه كده، ولا حاجه تضحكك فكده. انما انت قلبك جامد اقعد كده واسمع معانا وشوف القصص الحقيقيه بجد للعالم الاخر. ربنا يحفظنا ويحفظكم، اللهم احفظنا. والله بخاف كتير، بس اوقات كتيرة بيبقى قلبي جامد، الواحد بقى شاف كتير وعنا كتير. تابعوني في الحلقة اللي جاية، حلقة ضرب نار. واخويا كريم انا بستأذنك ان انا المعلومة دي زي ما استفدت منها انا بفيد اخواتي برضو منها وكده، عشان يعرفوا المعلومة الحلوة دي اللي اول مرة نسمعها. بجد شكرا ليك وربنا يخليك لينا اخويا الغالي المحترم.